بسم الله الرحمن الرحيم. المتابع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمكن في إطار السعي الدائم لتطوير الغناء وإضافة بعض اللمسات، رأينا أنه نخصص حلقة أسبوعية أو نصف أسبوعية لضيف أو نجم الأسبوع. وأسعد جدا أنه أنا أبتدر هذا التطور أو النقلة الجديدة في الغناء بضيف مشاغب ومثقف وعنيد، ومرات كثيرة ممكن يكون دمه ثقيل، لكن عموما تختلف تتفق معه. هو من الناس اللي ما بتقدر تتجاوزه، وعنده تأثير في الساحة الهلالية وفي الساحة الرياضية بشكل عام. قلم أيضا يحمل كثير من الثقافة والميول الفنية والاندياح، ويعتبر من الصحفيين الطعامين، يعني لما يتكلم حتى بعيد عن الكورة. أنا سعيد أيمن كبوش إنك معي من خلال هذه الإطلالة اللي أكيد أنا سعيد بها جدا، وأتمنى إنه يعني عادة الضيف بيقول لك أتمنى إني أكون خفيف على المشاهد، لكن أنا أتمنى إنه أكون خفيف عليك. والله تحياتي لك وتحياتي لكل متابعينك. أنا حقيقة سعيد إنه أكون لنا ضيف عزيز عليك. أنت رجل عزيز علينا. الله يكرمك بكل تأكيد. لو قالوا سمين قول آمين. لازم تقول آمين. يعني أنت مقدمتك الله يكرمك. ما داير أقول إن هي فيها تجني، ولكن على الأقل قد تكون بتمثل رؤية الآخرين فيك، يعني أيوة. في كل الأحوال يعني. لا هو أنا بس بحاول شنو من كل الآراء الحولة. يعني أنا معاك في الفيسبوك، فشايف الناس اللي قادرة تبلعك والما قادرة تبلعك، فبحاول أعمل كشكول كده من كل الآراء حولك، ورأيي أنا بحتفظ به لنفسي يعني، وبجاهر لك به. وما في اثنين ثلاثة إنك أنت زميل محترم جدا وراجل كتاب ومحب للهلال، ما في اثنين ثلاثة. أيمن، الحلقة دي لما تنزل أنت تقريبا بتكون في جنوب أفريقيا ان شاء الله. الله ربنا يسهل. ان شاء الله مؤازر ومساند لاقمار الهلال. ما بتخاف من الطيارة كالعاده. انا ما زيك في كل الاحوال. كل انسان يعني فيه درجه او درجات متفاوته بتاعت خوف. انت عندك فوبيا، لكن انا ده يعني بخاف. هي طالعه وهي نازله طبيعي. يعني الانسان حب البغاء، التمسك بالحياه، كل حاجات الوضع الطبيعي في الانسان انه يخاف. لكن الخوف لما يكون زايد حبتين زي بتاعك ده، لا انا بخاف اول ساعتين. الوضع بيكون مختلف يعني. لكن دي رحله طويله طبعا، والطايره كبيره. ان شاء الله ربنا يسهل علينا ان شاء الله يا رب، ونجي بنتيجه ذاتها، نتيجه ايجابيه. ده المهم. ايمن، برضو خلينا نبتدي الحلقه دي بالسفر نفسه. نعم. يعني كثير من الجدل حول مرافقه البعثات الرياضيه من بعض الصحفيين. يعني الفكره السفر مع الهلال، الحاجه دي تبع النادي، تبع صحفكم، من جيوبكم، ولا الفكره شنو في انه في صحفيين بعينوا مرافقين للبعثه طوال؟ والله شوف، ما هي المساله متفاوته. الصحف دائما توفد مناديب، وهي دي واحده من الاشياء المهمه الحاجات اللي بتحسب للصحافه الرياضيه، انها ما زي الصحافه السياسيه. يعني دائما ديك تصرف عليها الحكومه في السفر، وفوق لكده يدوهم حوافز. المساله دي هنا عندنا في الصحافه الرياضيه ما موجوده. الصحيفه هي اللي بتتكفل بتذكرتك وبإعاشتك وبنثرياتك، كل تفاصيلك في كفاله الصحيفه. يعني ما في اي مجامله، ولو في نقص في النثريه بتتم من جيبك يعني. صح. في الاحوال ما يعني الموضوع ما نادي الهلال بيقطع تذكره لايمن انه يرافق. لا، ما هو لو نادي الهلال بيقطع تذكره لايمن اليوم اللي بيكون ايمن كبوش رؤيته مختلفه عن الناس المسؤولين في النادي والموجودين في النادي، بيطلعوا لك القديم والجديد. والمساله دي ما حصلت قبل كده في زمن البرير. مجموعه من الصحفيين كانوا في ناس في الضفه الاخرى طلعوا لك من الوكاله ذاتها اسماء أيوة. 7 صحفيين بالاسماء، انه هن اخذوا تذاكر سدد نادي الهلال. مع انه هي المساله دي ذاتها ما فيها الحساسيه الزايده. يعني في الوضع الطبيعي الهلال ده عنده مسؤوليه مجتمعيه، والهلال نادي رايد وغايد، واللاعب عنده دور، والمدرب والمشجع. يعني حتى المشجعين، يعني لو الهلال مشى كادوغلي وشاف ابناء كادوغلي ساقوا معه في طياره، ما دي برضه كلفه على الهلال. ولو مشى مربي ولو مشى سيناء وكده،
الهلال عنده مسؤوليات، والهلال قادر انه يعني صحفيين 3 4 صحفيين ايضا برضه يصبوا في خدمه النادي. مشروع الهلال النهائي. طيب على ذكر المشروع يا ايمن، نعم، وبصراحه انت عندك مشكله مع العلاجي اللي هو قائد المشروع، خلينا القائد الصعوبات، لكن على الاقل الظاهر على الناس وش المدفع العلاجي. شوف الحديث عن المشروع عنده غاية هو الصعوبات. الجهة التنفيذية هي العلاقي باعتباره انه هو رئيس القطاع الرياضي وهو المشرف على كل التفاصيل، وفي اي حال من الاحوال ما ممكن تكون عندي معه في مشكلة. لكن المسألة في النهاية الآراء مفتوحة ومكفولة للجميع. أنا عندي رؤية بقولها، بعد ذاك اللي بيزعل يزعل واللي بيرضى يرضى، بعد ذاك بيناتنا الأيام والزمن إنه نحن والله في الحاجة الفلانية والحتة الفلانية اللي أنا انتقدت فيها كانت صحيحة وغير ذلك، يعني دي مسائل متفاوتة. ولكن المشروع ذاته لما رئيس النادي يتكلم عنه أنا كنت الحمد لله موجود، يعني ده من حظي إنه أنا كنت موجود، والرئيس كان يتحدث عن المشروع ويتحدث عن كل التفاصيل اللي تمت لاحقا. يعني فتح اللاعبين الاجانب، زياده عدد اللاعبين الاجانب، كان بيتكلم عن انه التجنيس ذاته حيتفتح، يعني هو كان بيتكلم بافق مفتوح وكان بيفكر بصوت مسموع. انا واحد من الناس اللي سمعوه، كان موجود العلاقي، موجود نزار عوض مالك، موجود الفريق السير احمد عمر، موجودين، وهو كان بيسال، واول زول هو وجه له السؤال كنت انا كتبت انت في انه نحن لو عايزين نشيل بطوله افريقيا بخطه قصيره المدى، وده كلام واضح. ان احنا ما قبل ما نتحدث عن مشروع المفروض نتكلم عن انه يا اخي والله دي اهداف، لانه المشاريع دائما التفاصيل بتاعتها مختلفه من التفاصيل اللي قاعد تحصل الان. صحيح. دي ما بتقدر تقول لي والله انه ده مشروع بدون من اكاديميات، بدون من مدارس، بدون من بنيات تحتيه ذات. احنا شوف بنرهق نفسنا كيف يا محمد طيب في الحديث عن اجازه الملعب، صحيح، في الحديث عن انه ده لسه نحن بنعيد في عدد الاجانب. بعدين المشروع ده يتكلم عنه هسه له سنه شويه، سنه وشويه. نحن للان بنسجل في لاعبين اجانب، وحتى الان بنشرب وبنسجل بعدد، يعني نحن عندنا 6 لاعبين وطنيين خارج الغائبه، عندنا 3 اجانب كانوا هم عماد هذا المشروع، الان طلعوا او بيقوا ما في خطه المدرج. فبالتالي انت ما بتقدر تتكلم عن مشروع ما لم تستغل، يحصل استغلال تام في انه عندك والله تشكيله ثابته، عندك بدلاء زي الاساسيين وكده. بعد ذاك ممكن نتحدث عن المشروع والمشاريع دي. شوف مع انه الرئيس كان بيتكلم، اخونا الصوبات وانا بحييه من برنامجك المشاهد والمتابع، كان بيتكلم عن اموال، انه والله في رصد، يعني حتى قال 12 مليون دولار ما بالشيء. انا واحد من الناس كانت اجابتي واضحه في انه بتشيين لو حصل 1 2 3 1 2 3 دول كان من ضمنه مدرب مقتدر عنده خبره في البطولات الافريقيه، يعني عارف الاجواء الافريقيه، يقعد ل3 سنوات يؤسس. بعد ذاك عدد الاجانب في التشكيل يكون اكثر من الوطنيين، البنيه التحتيه الموجوده، شروط الخدمه المتميزه، الاجانب ذاته ال5 ولا ال6، 6 زائد 5 وطنيين مثلا، ال6 دول يكونوا بمستوى عالي جدا. ده كان المشروع، او ده انه يا اخي والله ده بيودينا لهدفنا. لكن يا ايمن حتى الحاجه دي لو اتحققت بتبقى خطه اسعافيه للقب واحد، ما لقب لقبين. والمساله دي ما في ناس سبقونا فيها، مثلا مازيمبي كان خطته انه والله يحشد اموال، جاب لعيبه من شتى دول القاره، عمل عظم ما من جاب 11 12 13 لاعب صحيح. ما من الكونغو، حققوا له حلمه انه شال بطولتين. المساله دي ما صعبه. انت من انصار العدد الكبير للاجانب؟ انا من انصار انه لو بيجوا 11 لاعب اجنبي ما عندي مشكله في الموضوع ده. ليه؟ لانه اللاعب السوداني غيست بيه بس 2007. شوف عقليته، 2007 عندنا 2 وطنيين طلعوا من التشكيل اصابونا في مقتل اللي هم معز ريتسر جاستين. لكن الاجانب كون شوف كان فعاليتهم، مع انه اللاعب السوداني في الفتره ديك نوعيه اللاعبين الموجودين في الفريق مختلفين من اللعيبه الموجودين اسي. ولكن اللاعب السوداني محتاج لزمن، محتاج لتدرج، محتاج لبناء، لتكوين، انه والله يا اخي البطولات دي عندها ثقافه، كره القدم ذاتي ثقافه. المسائل بتاعت الجوانب الاحترافيه لحد الان موجوده في اللاعب السوداني، ولا نكون نحن والله ده ندوس رؤوسنا في الرمال ونكذب على انفسنا، نقول انه والله بوضعنا الحالي. يعني اقرب مثال البطوله بتاعت الشام، دي بطوله نحن بنلعبها بالصف الاول، النخبه بتاعت لاعبيننا، يعني ما لعيبه المحليين، دي اللي بنلعب بهم في كل البطولات، وهم لعيبه الهلال والمريخ.
يا هو نتائج يا خيبات انت شفتها. نعم. طيب السمات طلعني بخوجلي وتمرقني بحمد ولا شيء. انا بتكلم لك كلام واضح. على لا ما ولا يمكن ان تكون بيني وبينه مشكله. ما انا شوف، ما انا الخيار انا اعوذ بالله منها. انا الضفه اللي قاعد اجيب فيها دي ما جديده بالنسبه لك أيوة. ولا لكل الناس. حتى لو كنت انا جزء من المجلس ذاته. بالمناسبه انا المجلس ده لما يعني شهدت كل لحظات مخاضه وكل تفاصيل. لما كان لجنه تطبيع مخاضه، وانا اللي انفردت بيها برضه. الناس ما قاعد، الناس عندها ذاكره سمكيه. اللجنه هي لما جو قالوها كاسماء، لا قالوا قداك العلاج ده كان في رحم الغيب، ما كان في زول تحدي بعرفه في محيطنا بتاع الهلال. اللجنه اول لجنه ايمن كبوش هو اللي انفرد بها. الناس يعني الناس الان ليه بيزعلوا في انه والله في انفرادات في تفاصيل. ما الزعل العلاجي من كبوش يمكن قد يكون العلاجي هو زعلان مني، انت ولا انت تساله برضه. انا ما زعلان منه كويس، بس لكن في حادثه محدده انا كتبتها وزين. لكن هي الحادثه في زول سال انه يا والله الحادثه حقيقيه ولا ما حقيقيه. الحادثه اللي هي حادثه حسن متوكل، وحسن متوكل الان موجود في الفيلم. أيوة. انت ممكن تزعل انا كتبت محمد فيصل بالاسم. ايوه ازال محمد فيصل قول لي انت ما ناديت اللاعب ده تعمل له مخالصه بتاعت. وبرضه الحكايه بتاعت تسريب تقرير فلوران الخاص بالمشاطيب، وبعد ذاك الموضوع اخذ منحنيات ثانيه، انه ناس بيفتكروا انه الهلال بيعاند في التقرير اللي طلعوا ايمن ما حيشطب الجماعه دي عشان فيهم واحد مشى مع اسف في واحد ما هو شوف، ما هو في النهايه المدرب ده شوف انت حسيت يعني بصراحه حسيت انه الهلال رفض يشطب لاعب عشان ما كومك يكبر؟ لا مش كوم يكبر، انت كومك بيكبر باجتهادك، ونحن الحمد لله يعني لو فينا النفس وعمر موجودين والاخرين يمضون يعني يمشوا. لكن احنا طالما موجودين في المهنه دي وموجودين في المحيط ده نكون موجودين والثاني يعني نستقبل الاتي ونودع المنصرم يعني. طيب المساله دي عندك خاطر طلع من الكشف، عندك البقيه الخمسه اللي ذكرتهم الثانيين موجودين في الخطوط ما مشوا مع الفريق. دي مساله واضحه. الاجانب حتى الناس لما قالوا في دينه، انا كتبت اول زول من المباريات الهلال شباكه فيها بتهتز، كتبت عن في دينه وكتبت عن باندا انه دول ما حيكونوا في احنا حضرنا بنلعب لعبنا كوره بنفهم كوره. ديل ما لعيبه ممكن تتكلم عن مشروع عندك لعيبه بالمستوى ده. في الدوري السوداني شباكك تهتز في النصف الاول من الموسم 12 مره، دي ما قاعد تحصل كان للهلال اصلا. بدليل انه لما رجعت في 4 مباريات اخيره جبت الوطنيين شباكك ما اهتزت. فبالتالي معناها في مشكله فنيه موجوده، وحتى الاهداف اللي كنت بتهتز بها شباكك كانت لاسباب فنيه. المسألة دي كانت بالنسبة لي واضحة يعني. حتى في دينه ذاته مش مع الارتباك الفني اللي عنده، في ناس ما عارفين انه هو اسباب النقاط اللي هو طلع بها من الكشف السي انه في شيء جانب انضباطية يعني. ده كلام ما في زول قالوا، ما الاسباب فنية بس في دينه عنده اسباب متعلقة بانضباطه. انضباطه شنو يعني؟ بيسكر؟ لا مش بيسكر، ده ما كله الانضباط يعني. انت لما يكون عندك ادوك مواعيد، انت كلاعب محترف يدوك مواعيد بتاع تجي الصفرة، مواعيد بتاع انك انت تجي التمرين، تجي متاخر، تجي بتاع وما تقبل وتتنفرز وكده. بعدين واحده من المشاكل الثانيه اللي عندها علاقه بالبيئه انه اللاعب بيتكلم لغه برتغاليه. انت اللاعب جوا الملعب محتاج للغه مشتركه مع المدرب اللي هو بيتكلم فرنساوي، محتاج للغه. ما في اللاعب ده ما في لغه بينه وبين الاخرين الموجودين كلهم في محيط الهلال، فبالتالي لازم يحس بالغربه دي يعني. دي جوانب مهمه جدا في طيب يا ايمن، برضه نكون واضحين، واحده من الحاجات الجماهير الهلال ما قادره يعني تبلع زي ما بيقولوا مرات يعني انت صفحتك ما شاء الله عامره وبقت مزار لكثير من الهلال المتفقين والمختلفين معه، زي بتحتفي بالاخبار السالبه ابتداء من سمكرة أمهر الطاهر وكانت الفكرة مستفزة، انتهاء بسلة الهلال وخسارتها من المريخ، مرورا باستضافتك في قناة البلد وحديثك عن المريخ كل ما يلقانه وكده. شوف الموضوع ده يعني ما بوجع إلا هلالاوي حقيقي. أنا مشيت مع الهلال مصر والهلال في أحسن جاهزيته ولعبنا مع المريخ قلبني. الكلام ده حقيقي. مشينا حتى جنينا المريخ يغلبني، مشينا الابيض ما قاعد، احنا موجودين. الموضوع ده يعني لو ما قاعد يحرج الناس الهلالات جد المفروض يراجعوا هلاليتهم.
الموضوع ده بيزعل جدا. اللعيبه دي ما حاسين بالمساله دي. ليه؟ بدليل انهم بعد الكوره بيتونسوا وبياكلوا وبيشربوا والموضوع بينتهي عادي. ما عارفين. لا لا الطبيعي المريض ما افضل مني يا محمد. يا محمد المريض ما افضل. كتبت حاجه بتاعت البيتزا يعني هو انا اتغلبت اصوم. لا ما تصوم لكن ما فينا عندنا نماذج للعيبه زمان. بعدين الهلال ده شوف ما البيتزا اللي اكلوها بعد مباراه كوبر ما كان في شنو انت عارف كان في موت اليوم ذاك. اليوم انت بتقوله ده البيتزا دي ذاتها جزء من النظام الغذائي. البيتزا تعرف ناس كوبر ديل بيكون ذاتهم ما تغدوا. الناس اللي جو تعادلوا معك 3-3 المواضيع دي بتزعل يا محمد. وانا الكلام ده قاعد اقوله كلام زعل يعني ما من حقي ازعل من حقك واقول وجهه نظري من بحجم الزعل ده. وده كلام بيطلع بيكون بالنهايه يا محمد بيكون كلام صادق. الناس دي كانت بتموت في المدرجات وكانت وفي لعيبه ذاتهم يتأذوا بالبومبان وكده. صحيح. انا يعني الناس يشيلوا دائما الكلام يعني من صياغه ويودوه لاتجاهات ثانيه. انا ما عندي مشكله مع اللاعبين. يعني الهلال ده لو طوالي بيفوز. اول هلال في كل حالاته بيفوز. اول هلال ده دائما هو يعني بيقدم للناس الحاجات اللي هم عايزينها. الجاهزيه ما واحد يا محمد. اللعيبه دي ما واحد. لا هنا لا هنا ما واحد. يعني انت بتزعل في لحظه. طيب يا ايمن انا ممكن اقول يعني الهلال غلط في موضوع امهر وجاري السمكره. مستمت السمكره يعني الكلام ده انا لسه ما صحيت منه. طيب ولحد الان اللاعب فيه مشكله. وبعدين حتى الخطاب اللي طلع بعد دقائق ده ما خطاب بتاع الشطب. ده ما شطب بتاع لاعب متعاقد. ده شطب لاعب هاوي. وهو اللاعب ده ما هاوي كان متعاقد. اللاعب المتعاقد يا محمد بيعملوا له مخالصه بينك وبين النادي ومخالصه وتخاطب بها لجنه اوضاع اللاعبين. لكن السمكر ما هو شوف هو الكلام ده ذاته قد يكون اسامه القاعد جوا الاتحاد يتفاجئ بيه لما نشطه. لكن داير اقول لك كلام ما انت القطاع الرياضي طلع بيان بتاع الهلال عشان يكذب ايمن كبوي صح؟ وايمن كبوي ده جزء من الحاجات اللي كان بيعملها لك كان بيمسك التليفون بيقول لك الحته الفلانيه فيها كده وكده وعاليه وعمل لك حاجات كثيره زي دي. وطيب ليه؟ لكن انت لا ما انت حددت علاقتين صح؟ قلت الصحفيين كده نشتغل شغل صحافه بعد ذاك. في زعل معه. لا وقلت ليه ما بتزعل؟ في زعل ما بتزعل ليه؟ ما انت الزول اللي طلع البيان ده عارفك انت قاعد تعمل شنو. ما في زول ده يمتن على الهلال ولا ده يتكلم يقول انا والله عملت ولا للمجلس ذاته. لكن في حاجات كثيره بتحصل ايجابيه الناس ما بيتذكروها ليك. بعدين انت يا اخي انا لو عندي النشر بتاعي ده بشكل لك مشكله. ما في حاجات كثيره انت بتستنجد لي فيها بتضرب لي تقول لي والله الموضوع الفلاني عالجه. طيب ما تضرب لي يقول لي والله النشر ده عمل لنا مشكله في الحته الفلانيه. ده من بيضرب بيقول لك عادي. رئيس القطاع الرياضي مثلا ما انت مش في مشكله بدل عامل الكلام ال 200 كلمه و 300 كلمه دي يا اخي كبوش اضرب لي وما انا جزء من المنظومه دي. اضرب لي يقول لي والله الكلام اللي حصل منك ده ما مفيد. يعني كبوش ما كان عارف انه الهلال قدم ل3 جنسيات ما نشرتها ليه وقلت لك يا اخي الهلال حيسجل 3 اجانب ورابعهم تفاصيله مختلفه هو كيتا قدموا له ويمكن ما كنت عرفت الكلام ده من الهلال. يعني يمكن انت قدمت الكلام ده عن طريق مدير مكتب البرهان. مدير مكتب البرهان عنده علاقه بكبوش عنده علاقه باي زول كلمني. لكن هل من مصلحه الهلال في الوقت ده انه انا انشر؟ لا. في لاعب اجنبي رابع هسه قاعد في الفريق لكن هو استمر. في داعي ثاني يقول والله الاجنبي ده المدرب قال ما عايزه ما خلاص هو استمر. لكن في التغيير موجود انه هو ما عايزه. طيب يا ايمن التفاصيل اللي قعدته برضه مختلفه. طيب جميل ننتقل لمربع ثاني عشان الزمن والنت بتاع الناس. الصوبات يستحصى حتى على بعض اعضاء مجلس الاداره ولكن متاح على الاخر بالنسبه لكبوتش سواء كنت انت المتصل او المستقبل. يعني في اعضاء مجلس شهر ما بيلموا بالراي. ما بعض الناس قالوا كبوش ده عنده فكيه بقول فكيه انا بقول فكيه طيب انا بقول فكيه ده عماره دي عماره كاتبه الصوبات دي مع عماره متحركه. اسمع كاتبه الصوبات يعني ما بقولوا كده. والحقيقه يا اخي ما يشوف دي الحاجات دي المفروض يسال منها الصوبات يعني. الصوبات ما بيعرف انت كاتبه ولا ما كاتبه. ما بعرف لكن يسال السبب شنو بيخليك انت متاح مثلا كبوش يا اخي يرسل لك رساله ولا بتاع ما يشوف الصوبات ده زول شخصيته مختلفه. ايوه ما متاح قد يكون لك ابو جات ما متاح لكن كبوش ده لا بالنسبه لك متاح وفي اليوم بتتكلم اكثر من 3-4 مرات. منو الضارب على الثاني؟ والله دي انا ما العصفوره ما جابتها. اي بس ما لازم انت تتاكد لكن المساله دي يمكن تكون يعني الفاضلتهم ده مثلا قدم استغاله. اسمع اقول لك واحده من الحاجات قدم استغاله ما في زول من المجلس كان شغال بالموضوع ده
انا قمت عملت للظباط ده رساله قلت له يا اخي فاضل التوم ده ثاني يوم بكره بيتم 15 يوم واستقالته بتبقى نافذه ماشيه. الموضوع ده حصله لانك انت الزول ده بديت معه شغل كده وكده كده. رجع لي قال لي يا اخي الموضوع شنو؟ قلت له يا اخي اتصل عليه انه الموضوع ده عالجوه. بعد ذاك هو الصوبات ذاته اجتهد في المساله دي وكده وبتاع. بعد ذاك الموضوع مشي لقدام. بيان الصوبات كتبته انا. ما في الرئيس قاعد يكتب بيانات صح؟ ما دي من الحاجات انه يا اخي الفاضلتهم ده زول مهم ولا مو مهم في المجلس؟ مهم. دي احساسي انا بالحاجه دي. اشتغلت في الموضوع ده 15 يوم لقيت الموضوع ده بيخش فيه، مع انه الفاضل كان يعني ناس الموضوع باعتبار داير يخش في الحيز القانوني ده. دي معالجات. يعني انا عملت لي رساله في حاجه مهمه بتفيد المجلس ذاته. ما حيرد لي؟ اكيد حيرد لي. لا هو غير دي اتصالاتكم مدوره يعني. لكن يا ايمن ليه؟ ما هي المشكله وين في الموضوع؟ ليه انت؟ ليه ما انا مثلا علاقتي كويسه مع الصوبات؟ ليه ما عاطف الجمصي؟ ليه ما محمد عبد الماجد؟ ليه ما محمد الجزولي؟ ليه ما تم البشير ده كان جايب محجوب فضل بدري ما افضل زول في السودان. انت كنت بتعرف الصوبات قبل يجي الهلال؟ صاحبك يعني؟ معرفه عامه انا ما بعرفه، لكن بعد ذاك لما جه الهلال يعني الناس الحاجه اللي ما عارفين انه علاقته سريه. يعني هو ابوه كان في سنجا، عندي اخوي وزير، هو صاحبه كده يعني حاجات في النهايه بتاع السودانيين احنا يعني. انا بحاول بصاحبك انت صاحب الصوبات. اسمع يا ايمن، في كلام بيتقال انت رشيد علي عمر الهلال في الوقت الحالي. انا بتحدى اي زول. رشيد ده قاعد يكتب الحاجات دي بشكل واضح، يقول سجلوا فلان سووه عمال انا عملت انا سويت الكلام ده كله. انا ما قاعد اعمل، انا لا قاعد اتدخل في شغل زول ولا بسمح لزول يتدخل في شغلي. في علاقات عامه، في علاقات بينيه، في حاجات انت بتقول وجهه نظرك فيها، في الكلام اللي بيتقال في العام وفي الحاجات اللي بتتقال في الغرف المغلقه. في مطابق، اي قرارات عندها مطابق في كل الدنيا. التسجيلات عندها مطابق، تكوين المجلس عنده مطابق. ما الناس كلها في الافق كده عارفين انه والله الصوبات ده جابوا طاهر يونس ورشيد العمر، والكلام ده ما صحيح. لكن في الجهات العليا اللي هي بتطبخ الحاجات دي كلها بيجيب ناس من الهلال. في ناس من الهلال بتقول يا اخي والله نازل افضل ناس ممكن يقدموا له زول ده قدام او يطرحوه للناس والناس يقبلوه باعتبار الله جابوا ناس الهلال. لكن الموضوع ما بيكون كده. الموضوع بيكون فيه هناك مرغني دريس، فيه منو كميه من الناس اللي قاعدين فوق بعينه الحاجات دي تحت كده. عرفتها؟ غير التسجيلات يا ايمن، واحده من اوجه الشبه بينك وبين الرشيد علي عمر وانا بحييه التغلب على الاداريين او رؤساء الانديه. يعني انت كنت ماخذ موقف اقصى الشمال من الكاردينال. جيت الكاردينال بقى حبيبك، والحاجه دي برضو يمكن يكون ما في ضمانات شهر العسل او العلاقه السمحه دي بينك وبين الصوبات تتواصل بنفس الطريقه. شوف انا اقول لك كلام، ما هي الكلام ده عكس للحاجات الرشيد. انا الرشيد بيكون معاك بالنهايه بيختلف معاك صح؟ لكن انا يمكن اكون مختلف معاك بعدك نتفق. ما الناس اللي بيشيلوا السلاح ضد الدوله وبيقتلوا الجيش بتاعنا وكده بيكونوا هنا حكام صح؟ حكام لكن بطرديات. ما نفس الموضوع، مو مش في كل الاحوال طرديات، لكن في النهايه قناعات. الزول الموجود في المربع ده زحى من مربعه بيتفق مع حاجاتك. مثلا بعد لو تحول بقى اقرب. بعدين في مرات ذاته الصور بالنسبه لك بيكون ما واضحه. يعني انا يعني الخلافات دي كلها خلافات في العمل العام، لكن الناس دائما بتحاول تشخصنها. الخلاف ما بدا مع الكاردينال، الخلاف كان مع البرير مثلا. لكن الخلاف ده كله في شنو؟ في اشياء وهو شايفها صح، احنا شايفينها ما صح. كل اللي بنملكه بنقول وجهه نظرنا. مثلا عندك مثلا شطبي هيثم او المشاكل اللي حصلت لهيثم، احنا كنا في طرف في ضفه وهو في ضفه وهو مجموعته. المسائل دي بتبقى زي الحاجات اللي بتحصل في السياسه. في النهايه في دي لحظه انه اول ما ساب الهلال اليمين مثلا البرير، بعد ذاك تاني المشكله ما عندك بيو شغلك. هاي كذلك الكاردينال في اخر ايامه نحن تلاقينا وقعدنا بيتكلمنا وكده، وفي حاجات كثيره ما واضحه عليك وفي حاجات هو ذاتها ما واضحه له. بعد ذاك في نقاط بتاع التلاغي، في انه والله هو الموضوع ده شنو؟ موضوع ما شخصي، موضوع في عمل عام. يعني حتى الموضوع الكارديان هو بدا بشنو؟ مش موضوع عسيخ. ما موضوع عسيخ ما بيزول نفاوي. يعني كارديان ذاته لما جا قال لكم يا اخي الفول وفول يا ما كان بياكد كلامي الناس لا، لكن دائما الموضوع هسه الموضوع البيني وبين العليقي، البيني وبين العليقي ده ما في زول عارفه. يعني ما في الناس ما عارفينه انه ده علاقه عمقها واصل وين، الناس ما عارفينه. الناس هاي بتختلف،
لكن يعني اول شيء زول ده زول نغي، زول قلبه ابيض العلاقي. وزول سخي جدا للهلال. الناس اللي بيقول لك يا والله قفل البلف، علاقي ما عنده بلف مفتوح عندي اصلا ولا عنده بلف مفتوح عند زول ثاني، انا ما عندي علم بالمعلومه دي، ولا اظن بالشخصيه اللي انا بعرفها دي انه يمكن يكون عنده بلف مفتوح لاي جهه خارج النصب بتاع الهلال يعني. والله يا اخي انا ما بقدر اقول لك كده، لكن هو انت لو بخيل ما بتدفع للهلال ذاته، لكن انت في منافس ثانيه وفي تفاصيل ثانيه وانت ما مجبر عليها يعني. يعني العلاقي اصلا ما كان فيه بلف عشان يقفله يعني. ما عنده، هو لو عنده بلف فاتح عندي يقولوا. ودي رساله لكل الناس اللي بيقول لك يا والله العلاقي قفل، العلاقي ده انا زول ركب بعرفه لي يومين ولا ثلاثه، ركب عربيته من هنا جاني في سنار لانه والدي توفى ربنا يرحمه. يا سلام. ده زول شوف، ما نحن في النهايه علاقاتنا الاسريه اعمق من العلاقات ذاتها بتاعت الكيانات العامه دي وكده، عرفتها؟ ده زول في كل الاحوال انا لو ما نفعته ما بضره، ولو ما قلت عنه كلام طيب ما المفروض تتكلم عنه. الحاجات في النهايه الحاجات اللي بنختلف عليها ده سلوك بشري، يمكن انت تكون شايفه صح وانا شايفه غلط يعني، نتفق. طيب ماشي. الصوبات يعني كثير مرات كثيره انت ممكن تنسجم مع فكرته عشان ما تخسره، او ربما يعني اكثر حاجه واضحه صوبات كان من انصار انه المريخ يلعب في استاد الهلال، وانا شخصيا ما توقعتك تناصر الفكره. لا بالعكس، ما انا قلت لك الحاجات دي انها متابخ يعني، انا قد اكون من البدايه عارف الموضوع ده ماشي لوين، بعدين انا مقتنع بالفكره بتاعت انه المريخ ده اللي بيمنعه ابنه يلعب في استاد الهلال، ما في حاجه بتمنعه، وكنت برضه قاعد اتعاين لقدام انه الهلال ذاته ممكن يخسر ملعبه ده. عرفتها؟ الصوبات جا طرح الموضوع حصل فيه مشاكل طيب في المجلس بعد ذاك. نضمن كيف ما انت اللي قلت للصوبات؟ لا انا ما قلت له، يمكن يكون هو قال لي بعد ذاك، يمكن يكون انا يعني ناس المريخ يتواصلوا ذاتهم يعني، تواصلوا مع بعض الناس المحيطين بالنادي كده في انه والله الموضوع ده ممكن. احنا كنا دائما يعني قيمه مجلس الاداره وهيبته تكون في محلها، الموضوع ده لا ينتقص يعني. حتى الموضوع لما جاء، وحتى الفكره بتاعت المبادره القوميه دي بتاع، انت لو لاحظت قبل الكلام ده انا كنت كاتب لي عمود في نفس الاتجاه، في انه والله يا اخي الموضوع ده يعني ما تقول لي مجلس سياده مثلا، ولا تقول لي البرهان، ولا تقول لي الموضوع ده قلت عين مجلس الهلال فقط. والمريخ المفروض يحترم الهلال ويقدم خطاب صحيح. ولو في زول ممكن يخش في النص ده قلت هو الاتحاد السوداني، وحددت بالاسم قلت معتصم واسامه، هم مشوا بالخط ده، وفي اخر ايامهم فعلا ودوا خطاب لنادي الهلال بالمبادره. والناس اللي اعترضوا، انا اقول لك دي معلومه، الناس اللي اعترضوا على موضوع انه المريخ ما يلعب اثنين فقط. انت كنت نشرت الاسماء؟ لا دي الاولى. دي الاولى، لكن الثانيه اثنين بس اللي اعترضوا يعني. وفي واحد عضو مجلس غايب لظروف خاصه وقال يا اخي انه والله مو مع الديمقراطيه اللي بيمشي بها مجلس الهلال، لكن في اثنين هددوا بالاستقاله يعني. كانوا ماشيين في الموضوع من ضمنهم الاستاذ الفريق اول يحيى ونوال هددوا عليه انه انا حابب المريخ في الله يمفتحين. مش لو لعب بس لو طلع خطاب يعني. بعد ذاك انت ما انا ما بنسي في مجلسي، ما بنسي في مجلس الهلال عشان خاطر المريخ باي حال من الاحوال يعني. حتى انا لما لقيت بجيبين في مصادفه قام قال لي يا اخي ناسكم ما ردوا لنا، انا ضربت للعليقي قال لي انا ما عارف، انا كده الهلال اجتمع ثاني امبارح والمشكله حصلت يعني. العليقي شال النار جدع بعيد قال لي يا زول انا ما عارف الحاصل شنو، ضرب للفاضل التوم ما رد عليه حسب كلامه يعني. قال لي يا اخي نحن والله في النهايه قمنا اخترنا الفريق الملعب بتاع ليبيا وكده هنا. قلت له يا اخي والله شوف هو كان بتحصل مشاكل في المجلس ما في داعي لها. قال لي يا اخي نحن والله ذاتها ما حاجه تعمل مشاكل للهلال، احنا ذاتنا ما دايرين يعني. فهم كويس برضه. فهم كويس. طيب يا ايمن، ونحن في الخواتيم، الهلال حيلعب بجمهور ولا ما حيلعب بجمهور؟ والله شوف الاجابه صعبه. انا المتاكد منه انه في 300 و400 في اي بي بتاع ديل بخشوا في كل الاحوال. لكن الموضوع القرار اللي امبارح ده اول التسريبات اللي طلعت عنه ده خاص بالاشتراطات كانت الصحيه اللي بتمنع عدد الجمهور. كل مره انت بتسال الكاف تقول له داير 30 داير 20 داير كده، الكلام ده بيجي ما في هسه. لكن الاشتراطات الامنيه دي ما فيها تلاعب. الهلال ده ملعب ولو فيه مشاكل هو ما بيجاملك في المساله دي. وانا اتمنى انه الحاصل الان، الهلال الان ملعبه
يعني ما في المشكله المخوفه الكافيه، يعني موضوع الحمامات، موضوع التامين، السلامه بتاعت الجمهور، زياده عدد المقاعد ل 30,000، المساله دي كلها اتعالجت يعني. طيب حنلعب عصر ولا نساء؟ لا ده موضوع محسوم، موضوع انت بتلعب عصر دي بتلعب عصر. اتحسمت. اتحسمت، ما انت ما اضاءتك ما كافيه. طيب عليك يعني. الله يا ايمن، الله يزعلك، الصوبات بكل القروش والهيلمانه والابه هذه تغلبوا اضاءه جايه هديه. ما الحكومه غلبها تكمل المدينه الرياضيه، ما هي بتغلبها ما بتغلبها. وهي بنت سدد مرمي، بتبني في كباري، بتبني في زلط. ما هو نفس الموضوع اللي حصل هنا هو حاصل في الهلال. لو في اهتمام والمساله دي ما $500,000 مثلا، نقول اقصى حد. والموضوع شنو؟ مش في الابراج. الموضوع يعني ده يقول كمان لاعب محلي انا يبدو لي ولا لاعب محلي، كل الاجانب دول ما نسجل الفتره دي، ما نسجل ونشتغل الاضاءه. بتبقى الموضوع فيه مشكله، ما فيه مشكله، لكن ده الاستسهال. يعني هو الناس دي ذاتهم قعدوا يتغالطوا في انه والله الابراج بتشيل ما بتشيل، نجيب دار استشاري والكلام ده كله ما بين راي وراي باخذ له شهر. عشان كده الموضوع ده ما اخذ سنتين وما كان بيستحق الموضوع ده. يعني العليقي مع الصوبات مع الفاضل التوم ممكن يحلوها في يوم. بيحلوها في يوم. اي والله بجد. ايمن عندك كميه من الناس اللي بتردمك ونحن دفعه في الشغله دي يعني. شوف انت كنت معانا في بحر دار. الناس انت ظهرت بس يتكلم مع اللاعبين مع بتاع الموضوع ده عملوا بيه. والناس تشوف الناس اللي قاعدين يعملوا الجوطه دي وما عندهم اي علاقه بالهلال، انه العلاقه بالسوشيال ميديا. انا اقوله ليه؟ طيب اخ ايمن، نحن في ختام الحوار صراحه كان حوار جميل رغم الاشكاليه الفنيه الطفيفه اللي حصلت علينا مع خواتيم اللقاء، ولكن يمكن انا عندي فقره بحاول اثبتها، تشكيله الحياه اللي هي من خلالها بعرف اتجاهات الضيف وبعض صداقاته في الوسط الرياضي او الفني او في الحياه عموما. فقره تشكيله الحياه نتابعها ونتابع خيارات الاستاذ ايمن ونرجع. لا شك هي تشكيله نوعيه، تحس انت ان هي ما بيناتها ما في رابط، لكن انا مقتنع تماما. على الصعيد الشخصي هم اكثر انسجاما، على الاقل على الصعيد الانساني. اخي الجميل مشجع الهلال الاصيل سفيان عمر، بدون ترتيب يعني حتى ترتيب الخانات، سفيان عمر، نزار عوض مالك، اسماعيل عثمان السيد، محمد ابراهيم العليقي، عباس علي الشفيع، خالد ماسة، إيهاب حجازي، أزهر الطيب، أحمد محمد إسماعيل شيبة، عثمان عبد الرحمن، مخرجنا الجميل نبيل محمد الحسن السيد، والوكيل المعروف أبو بكر مصطفى. 13 عنصر هم تشكيلتي، أو ممكن تقول صفحتي برقد عليها. تحياتي لهم جميعا وتحياتي لك. طيب دي كانت خيارات واختيارات ايمن. 13 لاعب التشكيله حتى زدناها له يعني. اختار العليقي، وانا افتكر انها دي كانت مفاجاه. اختيار العليقي نفسه اللي كثير من الاتهامات تدور حول انه هنالك خلاف ما بين ايمن والعليقي، ولكن اختاروا حتى في الخط الخلفي لحياته بجانب نزار عوض مالك. تشكيلة أيمن خلت من الصوبات اللي هو من أقرب الناس لأيمن. على أي حال هي دي خياراته ودي اختياراته. أنا سعدت جدا بهذا الحوار، سعدت أخ أيمن، وحتى يمكن أعلم إنه الناس برضه حتقول ده ما وقته كده، لكن العزاء انه نحن حاولنا نتلمس جوانب من ايمن ووجهنا له بعض الاتهامات اللي دايره وسط الغراء والمتابعين. ان شاء الله الاسبوع الجاي ضيف جديد وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.